رمضان كريم وكل سنة وانتم طيبين. كل يوم أكلة جديدة من بلد جديد. حذروا فزروا، بنفطر ايه النهاردة وبنفطر فين؟ تعالوا معانا نشوف الليستة بتاعة الحاجات اللي هنعملها. دي الليستة فيها الحاجات اللي هنعملها لطبق النهاردة. تقدروا تعرفوا ايه؟ يلا نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونبتدي. عندنا دجاج وفراخ، اوكي، عندنا كركم، عندنا كمان هنا بهارات فراخ، وعندنا قرفة، وعندنا زيت زيتون صافي جميل، وكمان عندنا سمنة، وكمان عندنا ايه يا دينا؟ عندنا بقدونس كتير قوي اخضر جميل، وعندنا بيض، وكمان عندنا هنا دي مستكة، اوكي بس لسه هطحنها قدامكم، وعندنا لوز هنا اهوت انا محمراه وقطعاه محمراه، وعندنا بصل، ويلا نبتدي. وعندنا ايه؟ سكر بودرة، تمام، وعندنا هنا شوية زعفران انا مدوبهم في مية، ونبتدي على بركة الله. هنجيب حلة صغيرة ونقطع البصل كتير 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 صغير، الاكله دي محتاجه بصل كتير كتير قوي. وبعدين نحطه كده هوت، ونحط ونجيب الدجاج الاول، نحط زيت زيتون كده هوت، وبعدين نجيب الدجاج نغسله طبعا ونقطعه. بعد ما غسلتها كويس جدا قطعها اجزاء كبيره كده. إيه لو مش عاوزين تشيلوا العظم دلوقتي مش اشكال، شيلوه بس ايه لما تتسلق الفرخه. بس ممكن كده وممكن كده. هنقطع الفرخه قطع كبيره، مش مهم الشكل بتاع القطع، لان هقول لكم احنا في الاخر هنعمل ايه. ونحط الفراخ في الحله، ونبتدي بقى ايه، نحط عليها التوابل بتاعتها. خلوا بالكم ما تحطوش ميه. هنحط هنا هوت قرفه، وهنحط هنا هوت معلقه كركم كبير قوي، وزنجبيل، اوكي، ومعلقه سمنه. خلاص، مفيش ميه. وبعدين نجيب بقى ايه هنا حبه الزعفران ونسيح وندوبهم في كوبايه ميه صغنونه جدا، ونحطها على الفراخ. طيب هنا بقى هنجيب البصل الكتير قوي 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 اللي احنا حطيناه، ومش هنحط ميه، احنا هنخلي البصل الميه بتاعته هي اللي تطلع وتسوي الفراخ. نحط حبه زيت من فوق، ونحط البقدونس، خلوا بالكم من البقدونس مش الكزبره، ونقلب نقلب نقلب. بسم الله ما شاء الله، لو تشموا الريحه معايا يا سلام. هنطلع بقى الفراخ اللي استوت كده هوت، ودوت ده اسمه التغميرة. التغميرة دي هنسيبها كده هوت، وهنشوف هنعمل فيها ايه. خلاص نطلع الفراخ كده ونحطها على الحرف، ونحاول ان احنا نحطها في طبق كده لحين استعمالها. نجيب بقى التغميرة دي اللي هي الخلطة دي، ونحاول بقى ان احنا نحطها كده. انا عاوزة اطلع الزيت اللي فيها عشان انا هستعمل الزيت ده في حاجة تانية بعد كده. نقعد نضغط كده في المصفى، نضغط 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 لغاية ما نطلع الزيت ده، وهقول لكم نشيله على جنب، هقول لكم هنستعمله في ايه. هنجيب بقى الفراخ اللي اتعملت، ونقعد ايه نعملها كده بايدينا او بالسكينه، نفرفرها كده ونشيل العظم كله، ونشيل الجلد، ونشيل اي قرائيط او اي حاجه، نشيل كل الحاجات دي منها، ونحطها في الطبق لحين ما نيجي نستعملها. ما عرفتوش احنا بنعمل ايه يا جماعه؟ لسه ما عرفتوش؟ الاكله دي البلد الوحيده المشهوره بيها، ومفيش بلد تانية مشهوره بالاكله دي غير البلد دي. بعد كده نحط هنا شويه قرفه، ونحط معلقتين 3 كبار سكر بودره، زي ما انتوا عاوزين سكر بودره نحطها. وبعدين نحط ماء زهر شويه كده عشان الريحه والطعم طبعا، ونقلب كويس جدا جدا، نرجعها تاني على النار. وبعد كده هو الزيت طبعا نصفيه زي ما عملنا قبل كده. يبقى احنا عندنا الفراخ، وعندنا الزيت اللي طالع من التغميرة، وعندنا نجيب بقى بيضتين 3 كده او 4 على حسب انتوا رغبتكم، ونضربهم كويس جدا، ونروح حاطينهم على التغميرة. تمام كده؟ ها، اكتبوا لي في الكومنت، اكتبوا لي في التعليقات، او تحبوا نعمل اكل ايه من البلد دي. ونحط البيض، ونقعد نقلب 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 لغاية ما ينشف خالص، وتبقى كده هو ناشفة العجينة. طبعا شيلنا الزيت تاني مرة. نجيب حبة المستكة وندقهم ونحطهم على الحمص اللي احنا ايه، حمصناه او كسرناه، ونحط سكر بودرة، ونستعمل الزيت اللي طلعناه من التغميرة، ونعمل كده ونحاول ان احنا نفرفره، ممكن بالمعلقة كده او بايدينا. تمام كده؟ تمام كده. طيب هنيجي دلوقتي نعمل بقى ايه العجينه الاساسيه. بنجيب دقيق وبنجيب ميه ونحط حبه ملح، ونعمل عجينه اساسيه اللي بنعمل بيها اساس الاكله دي. هنجيب حمام بخار ميه، نحط الميه، وبعدين هنجيب طاسه تيفال تكون نظيفه جدا، والعجينه اللي عملناها دي اهي اتقلبت كويس جدا. هنحاول نعمل الطبقات بتاعه الرقاق ده خفيفه جدا، ونقعد ندهنه كده. هو انا مش عاوزه بس اقول الاسم، لان لو قلت الاسم هتعرفوا الطبق. وبصوا ما شاء الله الله اكبر، حاجه كده زي الجلاش، بس بتبقى رقيقه جدا جدا جدا،
وبتتعمل في البيت واسمها على اسم الطبق، ونعمل طبقة تانية وطبقة تالتة ورابعة، نعمل كده كذا طبقة منهم ونشيلهم اهي. تمام، نحطهم كده اهوت لغايه ما نشوف هنعملها ازاي وهنستعملها ازاي. هنا انا عملت كذا طبقه، واجيب طبق بقى اللي هعمل فيه، هحط ورق كده زبده عشان ما تلزقش، وامسك نقول عليه الجلاش اللي انا عملته ده. انا مش عاوزه اقول اسمه عشان هتعرفوا الطبق. نحطه كده داير ما يدور خلاص، ونضغط كده شويه علشان احنا هنحشيه، ونحط واحده في النص كده، وما بين كل واحده والتانيه نحط الزيت اللي احنا طلعناه من الدغميره. هنجيب طبقه الدغميره دي ونحطها كده اهوت ونفردها كويس جدا، وبعدين نضغط كده اهوت، ونجيب بعد كده طبقه الفراخ اللي احنا كنا قطعناها بايدينا كده اهوت، نحطها فوقيها مع ضغطه خفيفه خلاص. وبعد كده اخر طبقة اللي هي احنا بنحطها اللي هي طبقة اللوز اللي احنا عملناه، شايفين عمل ازاي وبقى عامل زي العجينة كده ازاي. نقعد بقى زي كأنه رمل مبلول مية، نضغط نضغط نضغط، وبعدين نجيب بقى الزيت اللي طلع ونمسح بيه الحروف، وهو بقى نلف بقى الطبقات بتاعت نقول عليه الجلاش بس هو مش جلاش انتوا فاهمين. ونقفل بالراحة حبة حبة، كل شوية نحط من الزيت ده ونقفل عليها تماما. لو اتقطعت منكم حتة لانها بتبقى متعرضة للجو فممكن تبقى تنشف تتقطع، معلش نغطي بطبقة تانية خلاص. كده كده قفلناها تمام 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 ما شاء الله الله اكبر. ونيجي بقى نوديها الفرن، وقبل ما نوديها الفرن بعمل فيها خروم كده اهوت علشان تقدر تتنفس وما تتفقع او ما تتعملش مني وهي جوه الفرن. وندخلها الفرن بقى ونطلعها ما شاء الله. هنزوقها بقى باللوز مع الحرف، ومن فوق سكر بودره وقرفه. لو اقدر اقول لكم لو تقدروا تشموا الريحه، الله شايفين كبيره ازاي ما شاء الله الله اكبر. يلا نحطها على ترابيزه السفره عشان ميعاد مدفع الافطار قرب. يلا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. اتفضلوا معانا حبايبي، شايفين طعمها ازاي، شايفين شكلها حلو ازاي. يلا قولوا لي كنا فين النهارده وبناكل ايه، والاكله دي اسمها ايه، ومن اي بلد. اكتبوا لي في الكومنت، ولو تحبوا اكلات من البلد دي تاني اكتبوا لي اسمها في الكومنت، ونحاول نعملها في رمضان الجاي باذن الله. باي باي.